عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. فيديو اليوم جيت حبيت نشارك معكم طريقة تحضير الكوكيز، كوكيز الفانيليا وكوكيز الشوكولاتة. يجيكم بنين وهشوش وطري طري طري من داخل يهبل، وهذا الكل يرجع لطريقة التطييب متاعه في الفور. بحاجات بسيطة يعني موجودة في كل دار، سهل في التحضير. بنين على الاخر، والاهم من هذا الكل من غير عظم ومن غير ميزان، خاطر ثم برشا ناس ما يحبوش ياكلوا الحلو على خاطر مخدوم بالعظم. جبت لكم اليوم طريقه ما غير عظم وما غير ميزان، الناس الكل تنجم تجربوا. شوفوا كيفاه من داخل، كيفاش يجيكم طري بنين ويهبل. حصلوا نودكم ولا نشهيكم. هذا الكوكيز اللي بالشوكولاته كيفاه، وطب باش نوريكم الكوكيز بالفاني. الحق عجبني متاع الشوكولاته اكثر، الزوز بنين على الاخر، اما متاع الشوكولاته جاني ابا. نمشوا مع بعضنا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. جيت لهنا جبت كيس مليان تاع زبده تكون بدرجه حراره المطبخ، يعني تكون طريه ما تكونش خارجه من المجمد، باش كي نبدو نخدموا بها ما تعبناش في الخدمه. جبت شطر الكمية زيت، يعني خذيت كيس مليان متاع زبدة وشطر الكمية متاع زيت، وخذيت شطر كيس متاع سكر محور. يعني السكر راهي حلاوة معدلة، وتنجموا تزيدوا وتنجموا تنقصوا. وخذيت قدر 4 مغارف متاع حليب، يعني ربع بالضبط متاع الكيس اللي كيلت به المقادير الكل. وخذيت كعبة متاع سكر فاني، وشطر كعبة متاع خميرة مرطبات. خذيت كمية متاع بيبي دي شوكولا باش نحطها في العجينة من داخل. وخذيت 3 كيسين ونص من الكيسين هذاكم اللي كيلت بيهم متاع فارينة تكون مغربلة. وخذيت مغرفتين مغرفة ونص كبيرة متاع كاكاو. راهو الكاكاو ثم نوعين، ثم الكاكاو البني الفاتح وثم الكاكاو الأكحل الغامق يعني. والأبن البني الفاتح نستعملوها يعني في الوصفة هذه خير. وأصل في جميع الحلويات نفضلوا نستعملوا الكاكاو البني الفاتح خير من الاخر. كي نحطوه في الحلو يبين كل محروق يعني. حاسين نشوف طريقة التحضير. حطيت جبت الصحفة، حطيت فيها الزبدة، حطيت رشة ملح اللي ما نستغنيش عليها أصلا في الحلو متاعي. زدت عليها كيس متاع الكمية متاع الزيت، ونخفق بالخفاقة، ونزيد عليها الكمية متاع السكر المحور، ونكمل نخلط، ونزيد الكمية متاع الحليب وكعبة السكر فاني، ونخلط المكونات متاعي كلها حتى نتحصل على يعني بوماد كريم يكون يعني كي الكريمة اللي نحشو بها الكيك كيما تشوفوا، يعني نص للقوام هذا كيما تشوفوا. تنوريكم اللي هنا نبدأ نضيف النواشف متاعي، يعني راهي الفارينة والمقادير اللي عطيت لكم الكل مضبوطة. الفارينة اللي استعملتها فارينة لجميع يعني الحلويات. واذا باش تستعملوا الفارينة هذيك متاع الخبز نزيدوها مغرفتين ولا مغرفة وسطر متاع نشاء. لهنا نبدأ نحط في الفارينة ونزيد خميرة المرطبات، ونبدأ نلم بالطريقة اللي تشوفوا فيها. ما نعجنش، نحاول نلم لمين باش ما تجينيش البات كيما عجينة الخبز. نبدأ نلمها بالطريقة هذه حتى نكمل كمية الفارينة اللي عندي الكل. من بعد نجيب الكمية متاع البيبي دي شوكولا ونحطها الكل، ونكمل اللم بالطريقة هذيك. اللي هنا باش نعمل كمية نخليها بيضة، وكمية الأخرى باش نزيدها الكاكاو. الكاكاو اللي نستعمله الكاكاو البني الخام، معناها كاكاو مش محلي، بني خام. نحط كمية الكاكاو على العجينة، ونزيد عليها شوية متاع زيت باش تتحللي ما تبقاش يعني كالحبيبات، ونبدأ نلم بالطريقة هذه. من بعد ما نكمل اللمة العجينة نهزهم ونحطهم في الثلاجة، يعني قبل ما نبدأ نخدم بهم نحطهم في الثلاجة بريسك 4 ساعة، ومن بعد نخرجهم نبدأ نخدم بهم.
كيما تشوفوا خذيت بلاطو فيه بابي كويسون. راهي الوصفة هذه تنجموا تستغنوا على البابي كويسون وتعملوا يعني بلاطو من غير بابي كويسون، على خاطر الباط مخدومة بالزبدة. وجبت كمية متاع بيبي دي شوكولا أخرى باش نعمل بها الوجه متاع الكوكيز. كيما تشوفوا الطريقة هذه تجيكم سهلة على الآخر، ما تبقوش يعني تهزوا بالكعبتين بتاع بيبي دو شوكولا وتبدو تزينوا. تكعبروا الكعبة متاع الكوكيز متاعكم وتغطسوها في الشوكولاتة كيما تشوفوا حتى نكمل الطريق. الكعبات الكليكا هذيك هي سهلة على الاخر، ما فيها حد شيء، مكونات سهلة وطريقة تحضير سهلة، ما فيها حد شيء، يعني كمية بسيطة متاع مكونات تعملوا بها زوز أطبقة يعني من هذه. وراهي كبيرة مش صغيرة الكعبة، تشوفوها بعد معايا. اللي هنا حطيت الطبق الأول في الفور، راهو ما يشدش برشا في تطييب. طبق دخلته شد لي 6 دقايق على درجة حرارة 180 درجة. على خاطر الكوكيز دوب معناها ما تمسيه تلقيه شاح ديريكت يخرج من الفور باش يبقى من داخل الطريق، يعني يكمل الطياب متاعه البرة. دوب ما يدخل 5 6 دقايق مسيه معناها من الفوق تلقيها شاح يخرج، يعني حتى كتمسيه يبقى طريق عادي. المفيد شيح من الفوق يولي من بعديك تخرجيه. شوف الكعبة كيفاه راهي كبيرة، عملت لي كمية كبيرة يعني تقريبا 62 كعبة. اما كبار عملتهم كيما تنجموا تعملوهم اصغر من اللي عملتهم انا. حاولوا كيف تظلوا طيبوا فيهم في الفور، خلوا اسباس بيناتهم على خاطر من بعد باش يتنفخوا. لازم تطلعوهم من الفور وهما طريين، على خاطر اذا خليتوهم باش يخرجوا يتقرمشوا، هذاك ما عادش يولي كوكيزي يولي بسكوي عادي. وكان انتم تحبوهم يتقرمشوا زيدوا خلوهم اكثر في الفور. هذه وصفتي اللي كانت اليوم، ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تجربوها وتشاركوني ارائكم وتجاربكم في كومنتات، ونتلاقوا مع بعضنا الناس الكل في فيديو جديد. باي باي.